السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبابي الكرام. أخباركم إيه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة يا رب. النهاردة إحنا هنصور سلسلة فيديوهات جديدة عن منطقة بيت الوطن القاهرة الجديدة والتجمع الخامس. آخر سلسلة كنا صورناها شهر 3 اللي فات، ومشينا معاكم بسلسلة طويلة لحد ما خلصناها تقريبا في شهر 6 و7، لان احنا كنا بنصور لكم الاحياء كلها بالتفصيل، وكل حي كنا بناخد فيه 3 فيديوهات بحيث ان انتوا تشوفوا اجمالي الحروف. النهارده انا هصور لكم بطريقه جديده او بطريقه وفكره جديده عملتها في النرجس وبكملها في بيت الوطن، وان شاء الله تكون الفكره دي كويسه ومميزه بالنسبه لكم. هي الفكره ديت اللي هي فكره ارقام القطع. انا هخش كل جوه منطقه اقول لكم ده اول حاجه الحي ايه اسمه، بعد كده نخش جواه دي مثلا منطقه A، منطقه B، منطقه C، منطقه كذا، وبعد كده جوه المنطقه نفسها دي القطعه رقم كذا اللي اتبنت، القطعه دي لسه ما اتبنتش، القطعه دي كذا. ليه؟ عشان اللي عنده حاجه عايز يشوفها طلعت تتعمل فيها قد ايه وبره مصر وما شافهاش، تصادف القطعه او القطعه اللي جنبها فيقدر يستنتج القريب منها ايه. يعني هقول على قد ما اقدر ارقام قطع، ويقدر هو يميز دي اللي بعدها دي اللي قبلها دي كذا من خلال الفيديو، ويقدر يعرف مكانه سواء جوه مصر او بره مصر، وفي الغالبيه اللي بره مصر هيبقوا محتاجين حاجه زي كده. فالفكره دي هعملها لكم بحيث ان انتوا تبقوا شايفين المكان، شايفين طلع قد ايه، المباني اللي اوريدي عمارته اتبنت هيشوفها، اللي اوريدي لسه بتتبني هيشوفها. هتبقى حاجه ايه من الواقع لايف بنصورها وشغالين فيها مع نهايه سنه 23 وبدايه 24 ان شاء الله، ربنا يجعلها فتحه خير. الفيديو دوت انا بصوره عشان اصور لكم رحلتنا واحنا ماشيين وطالعين على بيت الوطن زي ما بنبدا الرحله كل مره. فانا ماشي دلوقتي يعني لو بصيتوا في ظهري هتلاقوا النرجس عمارات اللي هي على ايدي اهوت ناحيه شباك العربيه، دي نرجس عمارات، والناحيه الثانيه النرجس الجديده. فهخلصها واطلع الكباري اللي هي موجوده في 4-5 كباري لحد ما نوصل لحد الاندلس ونخش على رويال ونطلع من شارع ال90، لان احنا هنبدا اول فيديو لينا بالمنطقه التكميليه، هناخدها من شمال بيت الوطن واحنا نازلين بحيث ان انتوا تشوفوا الكلام ده كله. احنا طالعين من محور جمال عبد الناصر. محور جمال عبد الناصر ده بقى جايب من اول التجمع من عند الشويفات، وانت ماشي بقى بمرور بحاجات كتير. فخلينا نوريكم رحلتنا واحنا ماشيين من محور جمال عبد الناصر، واقول لكم احنا مشينا على ايه وعدينا على ايه. انا طالع كوبري اهوت وهنزل منه، الكوبري اللي هو بتاع جاردينيا، نهايه النرجس وبدايه جاردينيا، وعلى شمالنا المستثمرين. يلا بينا نطلع ونشوف الرحله لحد بيت الوطن ونبدا بالتكميلي وباقي الاحياء. واتمنى ان سلسله الفيديوهات ديت تكون نافعه ليكم ان شاء الله. وطبعا اي حد محتاج اي معلومه تخص القاهره الجديده بشكل عام، بيت الوطن بشكل خاص، يبعت لي مباشره. يلا بينا نبدا رحلتنا لبيت الوطن. السلام عليكم احبابي الكرام. احنا على محور جمال عبد الناصر، دي جاردينيا، واللي على يميننا دوت حرف القاف في جاردينيا. عدى بقى حرف الشين وعدى حرف السين وده حرف القاف، ودي منطقة المستثمرين الجنوبية، دي المستثمرين 1. واحنا ماشيين على محور جمال عبد الناصر. ده يعتبر ثالث كوبري. الكوبري الاولاني اللي هو بعد الجهاز على طول اللي هو عند اربيلا ومول اربيلا، وبعد كده الكوبري الثاني اللي هو الفاصل ما بين النرجس وجاردينيا، وبعد كده الكوبري الثالث اللي هو فاصل ما بين جاردينيا وامتداد المستثمرين واحنا ماشيين عليه. اللي على ايدينا الشمال دي المستثمرين 4، ترخيصها بدروم وارضي و3 ادوار وغرف سوق، وهتلاقوها زي جاردينيا عمارتين لازقين في بعض، عمارتين لازقين في بعض، مدخلين مختلفين. دي النظام بتاعها. والمنطقه ديت اسمها امتداد المستثمرين، اعتقد هتبقى فيها كومباوندات ممكن يطرح فيها اراضي فرديه ولا لا، لسه مش عارفين. لكن دي تعتبر اعتقد يعني القطعه او المساحه الكبيره المتبقيه الفاضيه في القاهره الجديده والتجمع الخامس، لان كانت اكبر مساحه بيت الوطن، وبيت الوطن تقريبا اتقسمت خلاص كلها
وبقى فيها شغل كتير والناس اشتغلت وهكذا. فاللي هيطرح جديد هنشوف. المستثمرين 4 خلصت وبدأت المستثمرين 2. دي منطقة المستثمرين 2 زي ما احنا شايفين، ماشيين على محور جمال عبد الناصر اللي هيخلينا ماشيين فيه على طول، ولا يمين ولا شمال، لحد ما نتقاطع مع التسعين الجنوبي، ثم نتقاطع مع التسعين الشمالي وندخل يمين علشان نطلع لبيت الوطن. واضح اهوت ان في كومباوند او في حاجه اتطرحت او اتباعت، يافطه كبيره للافيستا. لافيستا معروفه وليها شغل كتير في الساحل، وليها شغل كتير برضو في العاصمه والتجمع، كومباوندات. فممكن يكونوا هم اللي خدوا الكومباوند ده فعلا. اهوت السور موجود، ده جزء مهم جدا في المستثمرين. هنطلع الكوبري الرابع محور جمال عبد الناصر. طبعا طول ما انت ماشي على طول طالع على العاصمه والدائري الاوسطي زي ما انتم شفتوا اليافطه. الجزء دوت هنا منطقه المستثمرين جنوبيه، وده الشارع اللي بيطلعنا على الجامعه الامريكيه التقاطع، وهنا ودينا على منطقه الاندلس والمنطقه الصناعيه واللي سكن مصر والحاجات دي كلها، وجنه مصر اللي على اليمين اللي انا رجعت فيه. هنا في بقى كومباوندات قدامنا، ده الكوبري الرابع نزلنا منه، وفي شارع فاصل لو دخلنا منه يمين نخش على الاندلس شرق او الاندلس واحد. الاندلس واحد صورنا فيها فيديوهات ان شاء الله. في فيديو ليلي كان الطلب من عبد الله يرحمه ان هو يصور في الاندلس فيديو ليلي، فان شاء الله انا هنفذ وعده اللي وعده لكم، وهصور لكم فيديو ليلي في الاندلس قريبا ان شاء الله. ربنا يدينا العمر بس، وان شاء الله هصور لكم. ده القطامية ديونز، كومباوند القطامية ديونز، وده لا رودز كومباوند تاني. وبعد كده هندخل على شارع التسعين الجنوبي. لو بصينا على الشمال ديت بقى ده كومباوند سودك ايست، سودك ايست، هيفضل ماشي معانا لحد المونوريل ما نقابله. المونوريل جاي من مدينة نصر ماشي لحد ما دخل التجمع بس على التسعين الجنوبي، وفضل ماشي التسعين الجنوبي لحد الحتة اللي احنا هنطلع عليها ديت، وحود منها شمال ما كملش في التسعين الجنوبي علشان خاطر هيدخل من محور بن زايد الجنوبي اللي فيه التجمع ويخش على العاصمة الإدارية. زي ما انتم شايفين المونوريل اهو جاي من ورا، الشريط ده كله جاي من مدينة نصر لحد ما وصل هنا عند التسعين الجنوبي، عند ميدان جيبوتي ونادي رويال ومكان الشارع العقاري. لو كملنا كده يمين هنكمل التسعين الجنوبي من غير مونوريل، وهنطلع على منطقة الأندلس 2 وكومباوند مفيدا وكومباوند ماونتن فيو هايد بارك. اللي على يمنا ده الشهر العقاري بتاع القاهرة الجديدة والتجمع الخامس. احنا مكملين في وشنا زي ما احنا. المونوريل اللي جاي زي ما اتفقنا من التسعين ومكمل حود شمال من عند منطقة اللوتس اللي على شمالنا ديت اللوتس الجنوبية. ترخيصها بدروم وأرضي وأربع أدوار، 4 شقق في الدور، وأحيانا بتبقى 5. يعني اللوتس الجنوبية خلاص تقريبا اتبنت، بدأت سكن فيها ناس سكنت وهكذا، هي واللوتس الشمالية. في منطقة جديدة جميلة جدا اسمها اللوتس القطاع الرابع أو الطرح الجديد، صورت عنها فيديو وهم 122 عمارة بس. اللوكيشن بتاعها حلو قوي، ورا شوية ناحية التسعين الجنوبي، ممكن نخش لها من التسعين الجنوبي والتسعين الشمالي. في كومباوند، في مولات جنبها بتتبني وكومباوندات، منطقة حلوة. هعمل لكم عليها فيديو ان شاء الله من ضمن الفيديوهات. المهم اللي على ايدينا الشمال ديت هي شقتين في الدور برضو، فدي مميزة، بدروم وأرضي وأربعة وشقتين في الدور. دي اللوتس الجنوبية لسه، واحنا ماشيين هتلاقوا كده بقى النوادي جنبنا، ده نادي بنك مصر وهكذا، وبعد كده بقى مولات وحاجات كل الكلام دوت. المونوريل مكمل معانا. اللوتس الجنوبية هنا بتخلص وبتبدأ اللوتس الجديدة اللي هي أرضي و3 وشقتين في الدور، ودي برضو كانت مطروحة من فترة وتقريبا خلصت مباني بنسبة 80-85%، وهيبدأ فيها سكن، يعني في بعض ناس سكنت اهو، تكييفات اهو. المهم احنا ماشيين كل دوت
في جمال عبد الناصر، كل ده ماشيين في جمال عبد الناصر. و كومباوندات على يميننا وعلى شمالنا، واللوتس الجديدة على شمالنا، على يميننا كومباوندات. المونوريل بيحود للمرة التانية بس يمين. اليمين ده محور بن زايد الجنوبي اللي مكمل على العاصمة. نخش هنا هنلاقي سودك وهنلاقي بالم هيلز وكذا كومباوند، وبنكمل لحد ما نوصل على الدائري الاوسطي والكارتة. من هنا في محطة مونوريل اهيت، وفي محطة تانية عند الحي السادس والثامن، ما بين السادس والثامن في بيت الوطن. احنا مكملين على طول زي ما احنا، هنتقاطع مع التسعين الشمالي وندخل يمين علشان خاطر نوصل لبيت الوطن من الشمال من عند التكميلي، ونبدأ رحلتنا وسلسلة فيديوهاتنا من هناك ان شاء الله. ادي مول اهو بيتعمل في منطقة الداون تاون بتاعة اللوتس الجديدة، وادي بنزينة بالفعل اتعملت، بنزينة موبل اهيت دي الجديدة، انا صورتها لأول مرة اهو. ففي حاجات بصورها لكم لأول مرة في رحلتنا لبيت الوطن. في بقى هنا نادي وادي دجلة هيقابلنا، وفي هنا ماونتن فيو برضو اللي على يميننا دوت، ده كومباوند ماونتن فيو 2 منطقة فيلات بس. وفي نادي بلاتينيوم ادي ماونتن فيو 2 ده اهو مكتوب. وبعد كده نادي وادي دجلة ونادي بلاتينيوم. اللي تحتنا دوت نادي وادي دجلة، منخفض شوية بس تمام، الحتة دي مرتفعة. دي بالمناسبة اللوتس الشمالية. يبقى احنا كده مشينا في جمال عبد الناصر دوت، جايب التجمع داير ما يدور. محور جمال عبد الناصر ده جايب التجمع كله دايرة كده، ومكملنا على طول هنطلع على النائب العام، وهنطلع على الرحاب، وهنطلع يعني طويل جدا المحور دوت. اعتقد من وجهة نظري ان هو اطول من شارع التسعين الشمالي والجنوبي، اعتقد يعني. المهم احنا مش هنطلع الكوبري اللي جاي دوت لوتس شمالية، وادي ده نادي بلاتينيوم اهو مكتوب عليه بلاتينيوم كلاب. الكوبري اللي جاي دوت لو طلعناه هنطلع على الرحاب. الكوبري اللي جاي دوت معمول عشان خاطر شارع التسعين الشمالي يبقى التقاطع بتاعه، فاحنا مش هنطلعه، مكملين اهو مكتوب اهوت. بتكمل بقى محور مصطفى كامل ومحور محمد نجيب ده بقى، و يبقى ده محور مصطفى كامل ومحمد نجيب تقدر تطلع وتوصل عليهم. المهم ده كده شارع التسعين. لو دخلنا يمين اهو مكتوب اهو اليافطه، لو دخلنا يمين نطلع على طريق السويس، نهايه التسعين ونطلع على طريق السويس. ولو لفينا ورجعنا عمق التسعين الشمالي نفسه ده التسعين الشمالي، امتداده من اول كايرو فيستيفال، وكنا صورنا فيديو من اول كايرو فيستيفال وجينا بيه لحد بيت الوطن. لقينا ده مول اهوت معمول عند القرنفل، دي منطقه القرنفل، دي منطقه القرنفل فيلات اهيت، بدروم وارضي ودورين، مكمله من هنا لحد الرحاب. بدات تسكن اهوت. كان قعدوا فتره القرنفل دي كانت عاشت في مشاكل نتيجه الكهرباء وعدات الكهرباء هي والتمر حنه، لكن اعتقد بقى الكهرباء دخلت والامور استقرت فيها يعني. مش عارف ليه كان حظهم وحش يا عيني القطعه المنطقتين دول، رغم انهم اخر منطقتين فيلات موجودين في التجمع. anyway اللي يمنا ده تمر حنه واللي شمالنا دي القرنفل. وانا ماشي في شارع 90 هنخش على كومباوند المراسم، المول العملاق الكبير بتاع المراسم. هيخلص المول دوت وهيشتغل، وهيبقى من المولات الخدميه الاساسيه الكبيره اللي هتخدم بيت الوطن. شايفين المول حجمه قد ايه واللي وناش يعني، ده بعد سنه او سنه ونص. فبيت الوطن مثلا في ناس هتسكن كمان 3 سنين، وناس هتسكن كمان 4 سنين سكن بقى فعلي. فالمول ده هيكون اشتغل. فتخيلوا بقى يعني ما بيننا حالا اهوت لو حسبنا الوقت دوت من دلوقتي لحد ما نوصل بيت الوطن دقيقه او دقيقه ونص. فشايفين حجم المول قد ايه؟ شايفين حجم المول قد ايه؟ ده كل خدماتك واحتياجاتك وكل الكلام دوت لسكان بيت الوطن. وطبعا هو فاتح من الشارع من التسعين الشمالي، مش بيخدم سكان الكومباوند، لا ده بيخدم الناس كلها زي كايرو فيستيفال بالظبط. مش بيخدم الكومباوند بتاع كايرو فيستيفال، بيخدم الناس كلها. فكميه الزائرين فيه كتير جدا، فهيبقى فيه براندات كتيره جدا. شايفين كل ده طول المول مبني خرسانات وحاجات لسه خلصانه هنا. شوف مع نهايته كده، احسب بقى الوقت كده من هنا لحد بيت الوطن مفيش يعني، وانا بتكلم مش هنكمل دقيقه اصلا بان بيت الوطن اهو. شايفين
ادي عمارات الحي التاني اهي، هي دي عمارات الحي التاني، وكل اللي على يميننا لسه كومباوند المراسم مراحم تانية يعني. ادي حتى يافطة او الميدان بتاعه يعني. ده كومباوند اسمه فيلات الشربطلي. المهم ادي بيت الوطن، ادي الحي التاني على 90، جزء منه بسيط بس هو اكتريته على شارع النوادي اللي طالع على النادي الاهلي الحي التاني. والمنطقه التكميليه، هنخش المنطقه التكميليه هنصورها، هنقول ارقام قطع، هنتكلم معاكم، هنحكي تفاصيل كتير. استنونا وتابعونا في الفيديوهات القادمه، وان شاء الله مع بعض مكملين في كل اللي تحتاجوه. تحياتي ليكم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. خلصنا الرحله، بختم الفيديو. انا دلوقتي واقف قدام البنزينه بتاعت وطنيه اللي هي انا نهيت بيها الفيديو، قدام الحي التاني مباشره وشارع النوادي اهوت، اهو الحي التاني وشارع النوادي والتسعين. هنبدأ حالا سلسلة فيديوهاتنا ان شاء الله اللي بتتكلم عن بيت الوطن، وهنبدأ بالمنطقة التكميلية. وزي ما قلت لكم هنشتغل في حتة الارقام بتاعت القطع بتفاصيلها بارقامها باماكنها. ويا رب الفيديوهات الجايه دي تكون نافعه ليكم، واي حد محتاج اي نصيحه ابعت لي. ربنا يتقبل بس عملنا ويجعله في ميزان حسناتنا. ولن انسى اخي عبد الله قدر المستطاع اني افكركم بيه انكم تدعوا له بالرحمه والمغفره، وفعلا بتستجيبوا. وجزاكم الله كل خير، بارك الله فيكم جميعا وشكرا ليكم، وربنا يصلح لنا ويصلح لكم الحال، وربنا يرفع الغمه عن فلسطين. اللهم امين وغزه يا رب العالمين. دمتم بخير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.